بصوا حبايبي الايس كريم الجميل دوت المرمل بتاع زمان. بصوا الجمال، ولا فيه اضافات ولا حاجه، طبيعي ومن غير سكر وصحي جدا. يلا نصلي على النبي ونشوف الجمال المرمل ده اتعمل ازاي. يلا بينا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في معلومه مفيده معنا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. يلا نصلي على النبي مع بعض ونشوف الايس كريم اللي هيتعمل دوت الاقتصادي اللي كنا بنشتري زمان قوي، من غير كريم شانتيه ولا اي حاجه. هيرطب علينا في الحر اللي احنا فيه ده، وهيبقى جميل جدا وطعمه حلو. يلا بينا نشوف. اولا يا حبايبي، طبعا البذر اللي انتوا شايفينه ده معانا بتاع الايس كريم كله بيبقى مسكر، فاحنا هنعمله في الخلاط واصفيه وارجع لكم. اللي مش عايز يضيف سكر، اللي عايز اضافة سكر عادي برضو يعمله ويحط السكر حسب الرغبة. انا مش هحط سكر، واخدين بالكم، عشان ده ممكن كمان تعملي لي الدايت. بستكفى بالبذر دوت اللي احنا هنعمله في الخلاط، بيبقى مسكر عن الاناناس كمان، واخدين بالكم، عن الشهد دوت العراقي اللي هو طالع دلوقتي. هنا حبايبي بقى شوفوا، صفيته وعملته في الخلاط زي ما انتم شايفين كده، تمام، مسكر من غير سكر. عايزه تضيفي سكر ضيفي زي ما قلنا. نيجي بقى يا حبايبي، دي معلقه نشا هنحطها ونجودها كويس ونعملها على النار. تمام اهو يا حبايبي، دوبنا النشا، دوبنا كويس ونرفعها بقى على ايه، على النار يا حبايبي. وبعدين نقطع الايه، الشهد العراقي ده اللي هو منتشر في الاسواق دلوقتي. تمام، انا هنا حطيتها في حاجه عشان ايه، ادوبها كويس ونقلبها كويس. وطبعا انا حطاها من غير سكر لان هي اصلا كانت مسكره، وانت بقى لو لقيتيها عايزه سكر يعني حسب رغبتك. هنا بقى ايه، عملنا النشا، شوفوا لونه بقى جميل ازاي، ولا الوان صناعيه هنضيفها ولا اي حاجه. نيجي بقى لعصير الاناناس اللي احنا عملناه. هنا قطعنا الاناناس او الشهد العراقي اللي بيقولوا عليه وهنعمله في الخلاط. هنا بقى يا حبايبي عملناه بدون نقطه ميه علشان برضو الطعم يبقى ايه، يبقى حلو ويبقى معزز كده. تمام، يبقى مسكر لان ده ايس كريم بدون اضافه كريم شانتيه، يعني الطعم هيبقى اناناس كده طبيعي. تمام يا حبايبي، وممكن تعمليه باي فاكهه عادي. نحط عليه بقى ايه، اللي احنا عملناه بقى بالنشا ده، البذر اللي احنا عملناه بالنشا. تمام، لونه جميل ازاي من غير اي اضافات لون ولا اي حاجه. نقلب بقى الاضافات دي كلها. النشا اللي احنا عملناه من البذر العصير بتاعه مفيش اضافه ميه، عشان اولا تحس بالطعم اللي هو جميل، ثانيا مفيش اضافات ولا اي حاجه. عايزه تحطي فانيليا حطي، رشه فانيليا حطي، كده هيبقى طعمه جميل زي اللي كان زمان دوت. ما بيحطلوش اضافات ولا كانوا يعرفوا كريم شانتي ولا اي حاجه، يعني مفيش اي حاجه عليه، فاكهه بس حلو لاطفالنا وجميل في الايه، في الحر اللي احنا فيه ده. يلا بقى نحطه في الفريزر، هو هيجمد، ما تجمدوش قوي عشان طبعا ما فيش اضافه كريم شانتيه، يعني هيبقى زي اللي هو بيبيعوه زي المرمل كده، واخدين بالكم، وما تجمدوش قوي بقى. عايزه تاخديه معلقه الايس كريم ما يجمدش قوي، تمام، عشان هو ممكن يجمد يبقى ناشف، لكن هو اصلا عدم الاضافات اللي فيه ده بتديله قيمه غذائيه جميله طبعا من غير اي اضافات. نحطه بقى في الفريزر ونرجع لكم. تمام يا حبايبي، هناخد احلى واطعم ايس كريم طبيعي بدون اضافات في الحر اللي احنا فيه ده. بصوا حبايبي بقى، الاناناسه الواحده عملت ايه، عملت الاثنين دول. عملتهم ليه؟ لاننا ما فيش اضافه ميه ولا اي حاجه، هيبقوا مغذي لاطفالنا وجميل جدا في ايام الحر اللي احنا فيها دي. تمام، يلا بقى نحطه في الفريزر ونشوف هيعمل ايه شكله. بس زي ما قلت لكم حبايبي، نصيحه ما تجمدوش قوي عشان هيبقى ناشف،
المقصود منه الفايدة، وان احنا ايه نرطب على قلبنا في الحر ده.